عمرك سألت نفسك ليه مصر كلها بتتجمع؟ عشان ماتش كورة؟ بنفرح بالفوز وبنزعل بالخسارة. ما هي لو مصر كسبت مرتبنا مش هيزيد ومشاكلنا مش هتتحل، ولو خسرت حياتنا هتكمل عادي. طيب ليه؟ لأن كلنا بالفطرة حتى لو مش واخدين بالنا بنحب النجاح، بنحب الانتصار، بنحب نشوف حد بيوصل، بنحب نحس ان التعب ممكن يجيب نتيجه. حتى اللي ما بيحبش الكوره هتلاقي امك وجدك والطفل الصغير اللي عمره ما كمل ماتش متحمس مشدود مبسوط لو كسبنا. وفي اللحظه دي محدش بيقول هم كسبوا، بنقول احنا كسبنا، لاننا بنحب نشوف حد شبهنا مننا بيكسب. حد زي محمد صلاح بدأ من جديد، كان بيقضي 9 ساعات في الطريق عشان ساعتين تمرين. الطفل اللي كان بيجري ورا حلمه من قرية صغيرة بقى العالم كله بيجري ورا أخباره. وإمام عاشور كان اسمه على الفيسبوك وهو صغير إمام رونالدو. يمكن وقتها اتشافت حلم طفل كبير شوية، بس هو صدق نفسه. وشوف بعد سنين، ودي الفكرة، لما بنشوف حد شبهنا بينجح بنشوف نفسنا، بنفتكر ان احنا كمان جوانا رغبة نكسب، جوانا رغبة نوصل. حتى لو الدنيا شغلتنا، حتى لو احباطات الحياة غطت علينا، حتى لو افتكرنا اننا بقينا عايشين اليوم بيومه، في لحظة الفوز حاجة جوانا بتصحى وتقول يمكن انا كمان اقدر. ممكن الماتش مش هيغير حياتنا، بس ساعات بيفكرنا ان النجاح حقيقي، وان الوصول ممكن، وان الحلم مش حاجة بعيدة عننا، وان اللي بدأ من هنا ممكن يوصل هناك. فافرح بالجول واحتفل بالفوز، بس بعد صفارة النهاية ما تسيبش احساس الانتصار في الاستاد، خده معاك لماتشك انت.